السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مكملين مع بعض سلسلة الفاونديشن كورس. وصلنا النهاردة لسيشن نمبر 11، الحلقة رقم 11 من فاونديشن كورس. ولأول مرة بنشوف الفيديو على القناة ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم سيشن جديدة من الفاونديشن كورس. ولو بنشوفها على البيج ننزل ونعمل فولو البيج بتاعتنا ولايك وشير ليعم النفع. اللهم انفعنا بما علمتنا. يلا نشوف مع بعض النهاردة هنتعلم درس سهل وبسيط جدا من كتاب Let's Learn English Grammar. هنتعلم how to make a sentence، ازاي بنكون جملة صحيحة ونعرف بالظبط ايه هي اركان الجملة. Let's start. تعالوا نبدأ مع بعض. how to make a sentence. how to make a sentence، ازاي بكون جملة صحيحة. اول حاجة احنا اتكلمنا في الجزئية دي قبل كده، بس النهاردة هنتكلم بشكل in details، يعني بشكل مفصل اكتر. الجملة بتتكون معايا من subject verb plus object. subject verb plus object. subject اللي هي الفاعل، verb اللي هي الفعل، object اللي هي المفعول. تعالوا النهارده نتكلم بشكل اكثر تفصيلا، وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان ان شاء الله باذن الله مش هنطلع من الفيديو الا واحنا فاهمين كويس قوي how to make a sentence، ازاي بنكون جمله صحيحه. تعالوا نشوف السبجكت عندي ممكن يكون ايه. احنا هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا. السبجكت اللي هو الفاعل، ده اول جزئيه معايا في الجمله. بتتكون معايا فاعل، فاعل، مفعول، فاعل، فعل، مفعول، subject verb object. تعالوا نشوفوا السبجكت نفسه بيبقى معايا ايه. السبجكت have two cases، عنده حالتين، ممكن يكون noun وممكن يكون pronoun. يعني ايه يا مس الكلام اللي بتقوليه ده؟ وضحي لنا شويه حبايبي. السبجكت اللي هو الفاعل ممكن يكون عندي noun اللي هو اسم، وممكن يكون عندي pronoun اللي هي معناها ضمير. يبقى السبجكت عندي ممكن يكون noun وممكن يكون pronoun. noun زي مثلا عندي كلمة girl، عندي كلمة boy، عندي أحمد، علي، whatever any name، أي اسم من أسماء الأشخاص. زي مثلا لو هتكلم عن شيء inanimate اللي هو غير عاقل، هتكلم عن الحيوانات زي مثلا كلمة cat، hat، rat، family، Alice box، table. all of these are nouns. دي كلها أسماء، واحنا اتكلمنا حتى بشكل أكثر تفصيلا عن what is noun. noun is a thing، place، person، thing، place، animal. يعني إما يكون أشخاص، إما يكون أماكن، إما تكون حيوانات، يا إما تكون أسماء أشياء ونباتات وجمادات. يبقى أنا عندي الفاعل السبجكت بيكون يا إما noun يا إما pronoun. noun زي مثلا girl، boy، cat، family، Alice book، كتاب علي مثلا، table. كل ده إذا noun. كل الحاجات دي كلها تعتبر الاسم. طب إما هيكون عندي pronoun. pronoun زي إيه؟ I، you، he، she، we، they، it. I بمعنى أنا، you بمعنى أنت أو أنت أو أنتم، she بمعنى هي، he بمعنى هو، we بمعنى نحن، they بمعنى هم، it لغير العاقل. it لغير العاقل في صيغة السنجولار، وزي لغير العاقل في صيغة الايه؟ البلولار اللي هي الجمع. تعالوا نقولهم تاني كده. احنا تعرفنا النهارده على السبجكت، ممكن يكون عندي noun وممكن يكون عندي pronoun. noun اللي هو زي الأسماء girl، boy، cat، family. pronoun اللي هي ايه؟ السبجكت pronoun. subject pronoun اللي خدناها قبل كده في السيشنز اللي عدت من كورس التأسيس، زي I أنا، you أنت أو أنت أو أنتم، she هي، he هو، we نحن، they هم، it لغير العاقل. دي كانت معايا أول جزئية، إن احنا تعرفنا إن السبجكت ممكن يكون عندي noun وممكن يكون عندي pronoun، يا إما اسم يا إما ضمير. طب الفيرب ممكن يكون معايا فعل زي الأفعال دي: read، study، watch، wash، travel. all of these are verbs. كل دي تعتبر أفعال. read بمعنى يقرأ، study بمعنى يذاكر، watch بمعنى يشاهد، wash بمعنى يغسل، travel يسافر، go يذهب، play يلعب، drink يشرب. كل دي معايا كانت الفيربس اللي عندي النهارده في السيشن. تعالوا نشوف مع بعض تاني جزئيه هنتعرف على ايه. هنا بقى جبت لكم الجمله كامله. قلنا بقى ان الجمله بتتكون معايا من subject verb object. وتعرفنا اول حاجه الفيديو ده احنا شارحين قبل كده سيشن بنتكلم عن هاو تو ميك سنتنس كده ان جنرال، لكن النهارده بنشرح بشكل تفصيلي. اتكلمنا عن السبجكت، ممكن يكون ناون ممكن يكون بروناون. ناون زي ما شرحنا في الجزئيه اللي عدت، بروناون زي الضمائر الفاعل اي ويو ووي وذاي. الفيرب كل الافعال معايا تعتبر فيرب: read، eat، study، watch، wash، play، sing، dance. كل دي تعتبر افعال. طيب هنا هنشوف الجمله بقى بشكل كامل.
subject verb object. subject الفاعل، verb الفعل اللي اتكلمنا عنه من شويه، object اللي هي المفعول. تعالوا نشوف مع بعض الجمل دي ونفصلها كويس قوي. لما احب اتكلم اقول مثلا انا العب كره القدم، طب هكتب الجمله دي ازاي يا مس؟ احنا قلنا اول حاجه الجمله بتبتدي معايا بسبجكت. مين السبجكت هنا؟ عندنا الضمير I، لان انا بتكلم عن نفسي، بقول انا العب كره القدم. I هي انا، play بمعنى يلعب، هنحط play كده زي ما هي الفعل في الانفينيتيف في المصدر عشان احنا بنتكلم في زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. طبعا I و you و we و they بيجي بعدهم بلس verb في الانفينيتيف، الفيرب لازم يكون في المصدر. اما هي وشي وات لو هتكلم عن هي او شي او ات الفيرب لازم يتحط له اس او اي اس او اي اي اس. تعالوا نشوف مع بعض لو انا عايزه اقول انا العب كرة القدم هكتبها ازاي بقى الجملة دي يا مس؟ I بمعنى انا، واحنا متفقين ان الجملة بتبدأ معايا بحاجة اسمها subject اللي هي الفاعل، والسبجكت لسه قايلينها يا اما noun يا اما pronoun. هنا السبجكت معايا pronoun يعني ضمير I. تمام. طب العب play، واحنا متفقين ان I تبع ضمائر الجمع I و you و we و they بيجي بعدهم الفعل في الانفينيتيف في المصدر بدون اي اضافات. I play. طب كرة القدم بمعنى فوتبول، I play football، انا العب كرة القدم. I بمعنى انا، ودي هنا معايا السبجكت وجايه معايا pronoun. play دي الفعل عندي هنا في المصدر بمعنى يلعب. فوتبول اللي هي كرة القدم. كده احنا كونا اول جزئية معايا في الجملة، كونا الجملة معايا من subject verb plus object. subject اللي هي الفاعل، verb اللي هي الفعل، object اللي هي فوتبول اللي هي المفعول. كده الجملة معايا صحيحة وتمام التمام. تعالوا طب لو انا عايزة اقول انت تذاكر اللغة الانجليزية، انت طبعا دي noun ولا pronoun؟ دي هنا pronoun، طبعا ايه؟ طبعا ضمائر الفاعل بمعنى انت. you يبقى اول حاجه هنكتبها you. يذاكر بقى study، والجمله هنا عندي في زمن البريزنت سيمبل اللي هي المضارع البسيط، فطبعا I و you و we و they بيجي بعدهم الفيرب في الانفينيتيف في ايه؟ في المصدر. يبقى you، وبعد كده هنجيب بعدها، احنا متفقين ان الجمله بتتكون معايا من subject verb object. subject فاعل، verb الفعل، object اللي هي المفعول. هتبقى معايا you وبعدين بجيب كلمة يذاكر بمعنى study، واحنا متفقين ان I و you و we و they بيجي بعدهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات في زمن البريزنت سيمبل، فبقول you study اللغة الانجليزية اللي هي English. هتبقى الجملة معايا ازاي؟ السبجكت اول حاجة you بمعنى انت، الفيرب اللي هي study يذاكر، الاوبجكت اللي هي المفعول English. هتبقى الجملة معايا ازاي؟ You study English، أنت تذاكر اللغة الإنجليزية. كده إحنا كونا الجملة نمبر 2. يا رب تكونوا إن شاء الله بإذن الله مستفيدين وفاهمين جزء كويس أوي الجزئية دي. تعالوا نشوف سنتس نمبر 3. أنا عايزة أقول هما بيشاهدوا التلفاز. طيب إحنا كده الجملة أول حاجة متفقين إن بتكون معايا من subject verb object. السبجكت هنا عندي noun ولا pronoun؟ subject هنا عندي يا مس pronoun، لأن أنا بقول هم they، يبقى الجملة بتاعتي هتبدأ معايا ببروناون فبقول they. طب الفيرب يشاهد بمعنى watch، they watch TV. TV هنا معايا الأوبجكت اللي هي المفعول، فيبقى الجملة معايا هنا بتكونت معايا من subject verb object. subject هنا جاي معايا as a pronoun اللي هي الضمير تبع ضمائر الفاعل تبع السبجكت pronouns، فبقول they watch TV، وذي طبعا تبع ضمائر البلولر I و you و we و they بيجي بعدهم الفعل في المصدر. طيب كده كونا سنس نمبر 3 الجملة الثالثة بشكل بسيط جدا، وكده عرفنا نتكلم في زمن المضارع البسيط ازاي بنكون جملة they watch TV. ويا ريت نعمل جمل كده في الكومنتس عشان خاطر نشوف الناس فهمت معانا وبتفهم معايا الفيديوز دي، ولايك وشير عشان خاطر يعم النفع. ثالث حاجة رابع جملة معايا هنا أنا بقول علي يكون معلم. علي بقى هنا noun ولا pronoun؟ علي هنا طبعا معايا it's a noun، ده اسم. الجملة بتتكون معايا من subject verb object. هنا بقول ايه؟ علي يكون، هستخدم هنا ايه؟ هستخدم verb to be، هقول is. علي طبعا is a singular noun، طبعا ده اسم مفرد فهيستخدم معايا is. احنا متفقين ان she it بياخدوا معايا is في verb to be، I بتاخد am، he she it بياخدوا معايا is. وكنا عاملين كده اغنية بسيطة للاطفال كنا بنقول الاي بتحب الام، والهي والشي والات دول بيحبوا الاز، واليو والوي والذاي
دول بيحبوا الار. دي الأغنية دي كنا بنغنيها الفيرب تو بي عشان الأطفال تحفظها بيها وتكون سهلة عليهم. علي طبعا هنا معايا ده اتس a noun، ده اسم طبعا هنا معايا، فالفاعل أول حاجة السبجكت هنا عندي noun، وبعدين حطينا verb to be اللي هي يكون. teacher بمعنى معلم، هقول علي is a teacher. it's a complete sentence، طبعا دي جملة كاملة صحيحة جدا اتكونت معايا من السبجكت verb plus object. طب السبجكت هنا يا ميسي كان noun ولا pronoun؟ السبجكت هنا كان معايا noun، كان اسم شخص. علي is a teacher، علي يكون معلم. تعالوا نشوف آخر جملة معايا في الفيديو النهاردة. عايزة أقول توم يكون سريع. هكتبها ازاي الجملة دي يا مس؟ أول حاجة السبجكت هنا عندي is a noun توم، هنكتب توم في أول الجملة اللي هو فاعل الشيء توم. وبعد كده عايزة أقول يكون، طبعا هجيب verb to be. قال لي توم is، وبعدين كلمة fast اللي هي adjective اللي هي الصفة بمعنى سريع، كلمة fast. توم is fast. توم هي معايا هنا السبجكت هنا كان معايا noun اللي هو اسم توم. is بمعنى يكون، ودي مع المفرد هي وشي وات بياخدوا معايا الاز. fast بمعنى سريع. الجملة هنا كده كاملة معايا توم is fast، توم يكون سريع. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. احنا النهارده حاولنا بشكل مبسط جدا نعرف how to make a sentence، واتكلمنا عن السبجكت بشكل تفصيلي اكتر واكتر. قلنا ان السبجكت بيتكون معاه اما noun اما pronoun. noun زي girl boy cat my father grandpa grandma family Alice book table whatever. كل دي all of these are nouns، كل دي تعتبر أسماء. يا إما pronoun ضمائر زي I you we they. الفيرب طبعا الأفعال اللي ذكرناها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. كنت مع مس أميرة إنجلش في الأول جرامر. ثانك يو أند جود باي. ولو أول مرة تشوف الفيديو على البيج أو على القناة ننزل نعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم سيشن جديدة من الفاونديشن كورس.